مرحبا أعزائي المتابعين، اليوم راح نحكي عن الدارك سيستم بلعبة موبايل ليجند. هل الدارك سيستم فعلا موجود أم مجرد وهم يتوهم به لواعيد موبايل ليجند؟ بالأول راح نعرف شنو الدارك سيستم. اللي ما يعرف الدارك سيستم هو عبارة عن خوارزميات باللعبة بعد سلسلة انتصارات متتالية. راح نشوف النظام أو اللعبة تبدي تخسرك أو تبدي تجيب لواعيد راندوم يفيدون التيم أو يلعبون بشكل ترول، يخربون دائما اللعبة، ما يشاركون فايتات، يفيد التيم اللي ضدك. وحتى مرات راح تلاحظون الأشخاص اللي يطلعون وياكم عندهم لاج باللعبة، وطبعا هاي كلش مشكلة، يعني هذا الشي كلش حيأثر على اللعبة ويتسبب بخسارتك. زين، أنا شلون أخلص من الدارك سيستم؟ أنا برأيي الشخصي أو أشوف عن تجربة، باعتبار أنا هسه عندي دارك سيستم باللعبة أو صار عندي فترة دارك سيستم، لأن طلعت هذا السيزن من الآيبك إلى الليجند خلال يومين. يمكن أكو أشخاص حتى يعني قدروا يطلعون من الآيبك للليجند خلال يوم واحد أو خلال يوم ونص أو أكثر. المهم أنا بعد ما طلعت من الآيبك خلال يومين صار عندي دارك سيستم، قاموا يجيبولي دواعي راندوم، يعني ما أقدر ألعب حرفيا، يخسروني، يفيدوني التيم، ما أقدر أتقدم. وحتى دا أرجع ليجند، أنا وصلت أعلى شي ليجند آيبي، ورجعت إلى الآيبك، وهذا الليجند وصلته خلال أيام، يعني لعب متراكم مع الأيام، خسرته خلال ساعات في يوم واحد ورجعت ليجند. هسه نرجع ونقول لكم شنو الحلول حتى نخلص من الدارك سيستم. أول نصيحة حطها ببالك، لا تلعب سولو، لا تلعب أبد سولو. إذا تشوف دارك سيستم لا تلعب سولو، لأن نسبة إنه تخسر يعني 70%. راح أشوف إنه تفوز وتخسر، يعني ما راح أشوف أي تقدم باللعبة. فهاي أول نصيحة. ثاني نصيحة، الشخص اللي قاعد أنت تلعب وياه، مثلا دخلتوا 2 وتتلعب وياه، شوفه هل هو ممكن من نفس السيرفر مالتك أو لا، لأن الأشخاص اللي يجون أو يلعبون على غير سيرفرات ممكن إنه يصير عندهم البنج، يعني مشاكل حيصير عندهم بالبنج وراح يأثر على تجربة اللعبة مالتك. ثالث شغلة، وأنا أشوف هذا الشي برأيي الشخصي، ما أعرف إذا أكو يوتيوبر طارحين هاي الفكرة، بس أشوف إنه هاي الخوارزميات كلها بسبب إنه تريد إنه تخلي اللعبة، تخليك تدمن على اللعبة، تخليك تلعب باستمرار. يعني أنت مثلا هدفك ليجند وأنت باقي لك لعبتين وتوصل ليجند، بالتالي إنه الخوارزميات حتخسرك حتى تخليك تلعب 3 لعبات أو 4 لعبات حتى توصل ليجند. أو هدفك إنه توصل مثلا نجمتين، وحنشوف إنه أنت تلعب 4 و5 جيومات تاخذ هاي النجمتين. فأنا أشوف إنه الشركة تتعمد هذا الشي حتى تلعب بصورة أكبر. فأشوف إنه الأفضل إنه تترك اللعبة خلال يوم يومين، لأن أنا لاحظت وأقول يعني مو معقول إنه تترك اللعبة وترجع وتطول بسلسلة خسارات، أو إنه أنت ما تتقدم. لا، ما أعتقد لا، راح تربح وراح تقدر تتقدم إذا تركت اللعبة يوم، إذا تركت اللعبة يومين، لأن لما أنت قاعد تخسر وتلعب ما راح أبد تتقدم، راح تظل تفوز وتخسر. فالأفضل إنه تترك اللعبة خلال يوم، تتركها يومين، أو تقلل اللعب بها وتلعب كلاسيك، يعني ما تلعب رانك، لأن هذا الشي راح ينزلك أو يخسرك تصنيفك ويرجعك لورا. وهيجي خلصت أبرز الحلول للتخلص من الدارك سيستم. بتقولي شنو تجاربكم ويا الدارك سيستم؟ شلون خلصتم من الدارك سيستم؟ ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك لدعمنا.